ونات المشوار يتواصل مع فهمي في سبور اكسبريس. إلى اللقاء. نفس سبور وكون أحسن سبورتر. اتصالات تونس، المساند الرسمي للرياضة والروح الرياضية. مرحبا بكم. الرابطة قررت اليوم تسليط عقوبة بزوز مقابلات على كل من أمين بن عمر، حمزة الأحمر وأنيس البدري، وإحالة ملف اللاعب غازي عبد الرزاق للمكتب الجامعي مع اقتراح عقوبة الشطب مدى الحياة. كل تفاصيل العقوبة من عند الناطق الرسمي للرابطة السيد هشام المناعي في ميكرو زميلي مكرعوني. معاقبة السيد عادل غيث زوز مقابلات و5000 دينار من أجل السلوك العنيف. معاقبة السيد قيس الزواغي 4 مقابلات وقتية مالية 7000 دينار. معاقبة اللاعب حمزة الأحمر من نجم الساحلي زوز مقابلات وقتية مالية 5000 دينار. كمعاقبة اللاعب أمين بن عمر زوز مقابلات و5000 دينار. معاقبة اللاعب أنيس البدري من الترجي الرياضي التونسي زوز مقابلات وقتية مالية 5000 دينار. وإحالة ملف اللاعب غازي عبد الرزاق على أنظار المكتب الجامعي مع اقتراح الشطب النهائي. اقتراح الشطب النهائي علاش بالطبع؟ على الافعال اللي قام بها ضد عون الامن، يعني انه فما جاكم في التقرير الامني انه غازي عبد الرزاق اعتدى عليه وتم نقله للمستشفى. هذه كانت قرارات الرابطة. ونقول قرارات تكميلية بعد الأحداث اللي صارت في مقابلة نهار الأحد بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. النجم الرياضي الساحلي باش يعلق على القرارات وخاصة العقوبات المواجهة ضد ملاعبيته اليوم. موجود معنا ناطق رسمي باسم النجم الرياضي الساحلي سيد غازي بن عثمان. سي غازي مرحبا بك. مرحبا بك فهمي، مرحبا بكافة المستمعين. طيب سي غازي، عندكم ما تعلقوا على القرارات هذه الصادرة اليوم؟ صحيح، هي اليوم احنا نقولوا ماهيش قرارات، نقولوا هذه الحلقه الثانيه من المظالم اللي تعرض لها النجم الرياضي الساحلي بعد الحلقه الاولى المظالم التحكيميه نهار الاحد. القرارات هذه مهزله في حق الرياضه التونسيه. النجم الرياضي الساحلي اليوم مستهدف تقريبا استهداف واضح ومكشوف. اليوم كيف نشوفوا احنا في الجلسه حضرنا كلسان دفاع مع اللاعبين والمسؤولين، نحسوا من مكتب الرابطه اللي قراراته جاهزه، ماهوش يسمع في الدفاع وماهوش ياخذ في الحجج اللي قدمناها. هما بالنسبه على الاقل نعطيك مثال، حمزه الاحمر وقت اللي عرضوا علينا الصور التلفزيونيه اثبتنا لهم اللي حمزه الاحمر ما ارتكب حتى مخالفه، واللي بالعكس هو اللي تعرض للاعتداء من طرف لاعب الفريق المنافس. نتفاجئوا من بعد اللي حمزه الاحمر المعتدى عليه وهو ياخذ نفس العقوبه اللي اخذها المعتدي. ملف غازي عبد الرزاق المهزله الكبرى. غازي عبد الرزاق يقولوا فما تقرير امني قال فما اعتداء قام به على عون امن، والتقرير الامني هذا اثبتنا لهم اللي فما شكايه جزائيه وقضيه جزائيه يعني لدى القضاء المدني منشوره، وبالتالي الرابطه ما يمكنهاش انها تصدر عقوبه او تطلب من المكتب الجامعي ان يصدر عقوبه الشطب، لانه اذا كان لو فرضنا انه غازي عبد الرزاق يتحكم عليه او يتم تبرئه صحته جزائيا ومدنيا، شنو باش يكون موقف الرابطه وموقف الجامعه في العقوبه هذه؟ كيفاش احنا نحرموا لاعب من مورد الرزق نتاعو ونحرموا النجم الرياضي الساحلي من لعبه والمصاريف والمصاريف اللي يتكبدها النجم الرياضي الساحلي. اللاعب قيس الزواغي اثبتنا لهم بالصور اللي هو تعرض لاعتداء من طرف عون امن. يجي قيس الزواغي يلقى روحه معاقب ب4 مقابلات. يعني هذا الكل الحقيقه حسينا منه انه القرارات جاهزه، واللي هذه رغبه في ضرب النجم الرياضي الساحلي وما هيش قرارات بريئه بالكل. بس غازي، شنو الخطوه اللي جايه بالنسبه لكم كاداره النجم الساحلي؟ احنا الخطوه الاولى والخطوه القانونيه اللي باش نعملوها اكيد باش نستنفوا كل القرارات، لان مش مقتنعين بحتى قرار، حتى لو كان فما قرارات يمكن ان نقبلوها، لكن ماناش مقتنعين بالقرارات لان حسينا فيها رغبه كما قلت لك، رغبه في المس من النجم الرياضي الساحلي ورغبه في التشفي فيه بعد ما تشفى فينا الحكم امير العيادي، وبعد ما منحوا عدة 8/10 في المقابله هذه. ويخرج لنا السي بركات يقول الحكم ماذايا ولو انه ما اعطاش ورقه حمراء ولو انه ما اعطاش ضربه جزاء للنجم الرياضي الساحلي فانه قام بمقابله طيبه. هذا الكل شنو يخلينا احنا سي غازي بصراحه عندكم شكون تتهموا انه فما شكون ضد النجم الرياضي الساحلي؟ عندكم شكون مباشره تتهموه؟ شوف احنا نتهموا في القرارات هذه وفي اللي يصدر في القرارات هذه، لانه انت تتهموا مكتب الرابطه.
اي كي تسوي ما بين الضحيه وما بين المعتدي فضيحه بأتم معنى الكلمه. يعني هما نتفاجئوا احنا في الجلسه حمزه الاحمر بعد ما يعرضوا عليه الصور التلفزيونيه ويثبتوا ويقتنعوا اللي حتى الاحمر ما قام بحتى اعتداء وانه هو المعتدى عليه، والضربه نتاع اللاعب الفريق المنافسه واضحه. يتم يتفاجئونا يقولوا لنا باش نعملوا مكافحه مع اللاعب البدري، وقت اللي احنا ما عندناش علم بالمكافحه هذه. وقت اللي غازي عبد الرزاق يستدعوه على اساس تقرير امني يفاجئونا بصور التلفزيونيه في موضوع اخر. يعني هذا كله شحبنا نفهموا منه احنا نفهموا منه اللي احنا معناتها يتسبونا في يحرمونا من نقاط الفوز في المقابله، يحرمونا من حقنا، وبعد يزيدوا اكثر من هذاك يصدروا علينا عقوبات وعقوبات جائره. مشكور سيد غازي بن عثمان، ناطق رسمي باسم النجم الرياضي الساحلي. وهذا كان موقف النجم من قرارات الرابطه اليوم، وايضا كما اكدنا سيد غازي انه النجم باش يستينف القرارات هذه. نحكيو على البطوله اليوم، تلعبوا 3 مقابلات من الجوله 12، وما النادي الرياضي الصفاقسي تمكن من الفوز اليوم 3-1 على النادي الرياضي البنزرتي. سي بي افتتح النتيجه عن طريق زيد العنالي في دقيقه 31، كريم العواضي عدل لسي اس اس في دقيقه 53، وعلي المرزوقي زاد الثاني في دقيقه 57، وكريم العواضي سجل هدف الثالث في 90+2. انتصار سادس على التوالي، وانتصار اخر مع المدرب الاسعد الدريدي اللي تحدث في ميكرو فتحي بوجناح. انتصار مهم جدا، شفنا معناها في كل شيء اليوم. شفنا في الشوط الاول النادي الصفاقسي معناها 20 بريمير مينوت معناها سيطرنا على المباراه. قلت للملاعبيه قبل المباراه الفريق هذا يعرف يلعب على اخطاء المنافس، ما لازمناش نخليو الاسباس، لازمنا نردوا بالنا وقت اللي تبدا الكره عندنا على خطا معناها في كره ثانيه. النادي بنزرتي تسجل الهدف نتاعو، لكن الحمد لله معناها عرفنا كيفاش نرجع في المباراه في الشوط الاول مالغري البريسيبيتاسيون اللي كانت عليها معناها المجموعه نتاعنا، لكن الشوط الثاني ممتاز على كل المستويات. قمنا بالتغييرات اللازمه، وانا ريكتيفي لوتير عطينا اكثر حريه لسكري باش يمشي قدام. على مرزوقي شفناه في الشوط الثاني معناها افضل، وانا بلوكي لا سورس دو طلعنا الفوق باش نبلوكيو صديق الماجري وجلاسي باش ما يخرجوش كوره، وذاك اللي صار. النادي الصفاقسي عرف كيفاش يتحكم في المباراه نتاعو. مبروك النادي الصفاقسي اونكور اون فوا، برافو للملاعبيه سيرتو على ليتا ديسبري والفولونتي الكبيره اللي لعبوا بها. والنادي الرياضي البنزرتي القائد الاول هزيمه بعد 6 مقابلات. اتحاد بن قردان حقق اول انتصار في الموسم والاول بعد 12 شهر. الفريق ما عرفش فيه تعمل انتصار اليوم جاب نتيجه 2-0 على مستقبل جابس بونتويت بهاء السلامي في دقيقه 39 والاسعد الجزيري في دقيقه 83. انتصار وزاد اول مع المدرب سمير السليم. الفوز هذا جاء بعد فتره من الخدمه وارتاح برشا صراحه. شكر كبير للجمهور اللي دعمنا برشا، للاداره، للاعبيه اللي ضحاو زاده. كره ما حبتناش في بعض المباريات، المردود تحسن مستير الكلوب صفاقس، المردود قاعد يتحسن، ولكن النتيجه ما تبعتش. اليوم الحمد لله كانت النتيجه، فما ضغط كبير على الملاعبيه صحيح. ان شاء الله بالانتصار هذا نبنيو عليه، وان شاء الله معنويات ترتفع نتاع الاولاد، وان شاء الله الانطلاقه الحقيقيه نتاع فريق اتحاد بن قردان يكون ان شاء الله بارتي مليون حواليه. في المقابل مستقبل جابس كما قلنا ننقاد الهزيمه هي الثانيه على التوالي. مدرب المساعد في مستقبل جابس اعتبر كونه الهزيمه ماشي رياضيه. ما نجموش نحكوا فنيا خاطر ما فما حتى صله بالامور الفنيه. المقابله نتاع اليوم ما رينا حتى شيء، برشا فوضى في التيران والبرا من التيران. مبروك 3 نقاط للاتحاد الرياضي ببن قردان. اليوم في طقس جميل والعصافير تزقزق. بن قردان ربحت مستقبل جابس. مبروك 3 نقاط في بن قردان، حظ اوفر لينا، نحاولوا نخدموا ونصلحوا من رواحنا وهذيك هي. صابر الصغير المدرب المساعد في مستقبل جابس، وكان في ميكرو مراسلنا في بن قردان بالحداد. في جابس الملعب الجابسي والاتحاد المنستيري تعادلوا 0-0. الترتيب حتى التوا الترجي في التالي ب 25 نقطة، سي اس اس الثاني ب 23 نقطة، المركز الثالث الاتحاد المنستيري 20 نقطة، المركز الرابع النادي البنزرتي ب 19 نقطة، مركز خامس نجم الساحلي 16 نقطة، مركز سادس الملعب التونسي 15 نقطة، مركز سابع في نجم المتلوي ب 14 نقطة، مركز ثامن في الملعب الجابسي وشبيب القيروان 13 نقطة، مرتبة العاشرة في المستقبل جابس واولمبيك مدين ب 12 نقطة، مرتبة 12 النادي الافريقي ب 11 نقطة، والترجي الجرزيس موجود في مركز 13 ب4 نقاط مع اتحاد بن قردان. نحكيو على قرعة المونديال ونمشيو لموسكو مع اسكندر. وشنو هي اخر اخبار القرعة قبل تقريبا اقل شوية من 24 ساعة؟ اسكندر. مساء النور فهمي، تحية ليك متجدة من هنا من موسكو ليك ولكل المستمعي موزايك لقيت هذا. ان شاء الله غدوة نعرفوا شكون المنتخبات الثلاثة تكون موجودة في مجموعتنا في مونديال روسيا 2018 لهنا في مقر الإقامة نتاع الممثلين
والفنيين بالنسبه للمنتخب 32. نعرفوا فما كونغري، فما نجم نقولوا سيمينار زاد قبيله شويه كان ولا مازال قاعد ينعقد، لكن خلينا نعطيو شويه من التسريبات، نقاط كبيره وتفاصيل نتاع التفاصيل نجم نقولوا قاعدين يحكيو فيها مع الممثلين نتاع المنتخبات. دونك من اهم النقاط ممكن حتى توا اللي نجموا نحكيو عليه انه النوادي هي بيدها، النوادي نتاع اللاعبين اللي يمثلوا المنتخبات الوطنيه ينجموا يستفادوا من الكوب دي موند. كيفاش؟ انه اطلع في كيفاش بالضبط، نحكيو على منحه ب $8500 لكل ملاعب ينتمي للمنتخب بلاده باش يشارك في الكاس العالميه هذه. دونك نفهموا انه نهارين زاد قبل الكوب دي موند يتحسبوا، 5 ايام قبل الكوب دي موند يتحسبوا، ونهارين بعد الكوب دي موند يتحسبوا، هذوما 7 ايام حاصلين، زيدهم الايامات اللي باش يكون فيهم المنتخب حاضر. دونك ينجم يكون الملاعب يجيب 20 يوم في $8500. نفهموا انه المونطون مهم، رقم مهم بالنسبه للنوادي. كما قلت لك هذه من الحاجات اللي نجموا نفهموا بها ان النوادي بيدها مش المنتخبات فقط تنجم تستفاد من الكاس العالميه هذه. واضح. شكرا لك اسكندر، واكيد ان شاء الله اكثر اخبار واكثر متابعات تكون معك في قادم نشراتنا الرياضيه. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضيه لليوم، تلقاها على السيت نتاعنا موزايك FM.net. نخليكم 10.